كان يا مكان وما تحلى القصص إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في راجل غني أوي 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 وجنسيته بريطانية، وعايز يبقى عنده في كل دولة قصر، وكان اسمه ديفيد. ديفيد كان عنده قصور كتير قوي في دول غير بريطانيا، وقال ليه مصر ما يبقاش فيها قصر باسمي أنا؟ دولة عريقة وقديمة وجميلة شبه مصر لازم يبقى فيها قصر لديفيد المليونير. علشان كده ديفيد اختار الأرض دي علشان يبني عليها قصره اللي استغرق في بناؤه 3 سنين من كتر ما هو كان ضخم وجميل. وكمان كان الموارد البناء كلها من ذهب، وكان غالي جدا جدا جدا. ولكن في حاجة صدمت ديفيد قوي، هو كان مختار الأرض دي وكان عارف كل عيوبها ومميزاتها. عيوبها مش هنقولها دلوقتي، ولكن مميزاتها هي ان سعرها كان رخيص بدرجة خط. وديفيد كان خايف من الموضوع ده، بس قرر انه يتجاهله. وكده كده هو حتى لو اشترى الارض برخص التراب، فبرضو في عوامل البناء وفي الطوب والحاجات دي كلها يبقى من ذهب، وهيبقى القصر غالي جدا. فهو استغل ان الارض ذاتها رخيصة، وهيعمل القصر ذاته غالي. وكان كل ما العمال او مهندسين البناء يجوا يشتكوا له ان في عطل، كان بيتجاهلهم ويقول لهم ارموه في اي حتة بعيد. وكان وكان كمان بيستغرب ان العمال بيخطفوا باعداد كبيرة جدا. وكان كل ما يجي يسأل حد من المهندسين يقولوا له اصل العامل ده تعبان، اصل العامل ده مات، وفي 10 ماتوا والالاف تعبوا واعتزلوا عملية العمالة اصلا. بنت ديفيد واللي كان اسمها لورا كانت اجتماعية جدا وجميلة جدا، وكمان بتهتم بدراستها وبتهتم بانها تستكشف اللغات وتدرس وتهتم بدراستها. ابن ديفيد واللي كان اسمه كلارنس كان طفل صغير وما كانش كمل ال5 سنين، وكان طيب وكان بيحب اخته جدا جدا، وعلاقته مع اخته كانت كويسة قوي. اما امهم اللي كان عمرها 30 سنة وكان اسمها جودي، فكانت ملكة حرفيا، مهتمية جدا بصيحات الموضة ومهتمية بجسمها ولبسها وشكلها، ودايما مهتمية بنفسها اكتر من اي حد. العيلة كانت علاقتها كويسة قوي ببعضيها، ولكن فجأة بعد مرور الأسابيع والشهور في القصر الملعون ده بدأت لورا تبقى قاعدة لوحدها، وبدأت تكره التجمعات العائلية، وبدأت تتعصب على أخوها بطريقة مش طبيعية، وبدأوا هما الاتنين المسافة تبعد ما بينهم أكتر وأكتر. ومرات كتير كانت بتحاول تقتله من غير أي سبب مبرر. وكان بيشتكي لوالده ووالدته، ما كانوش بيصدقوا الحالة اللي وصلت لها لورا. وفي يوم من الأيام الجرس كان بيدق عادي، والخادمة راحت تفتح الباب، لقت راجل غريب معاه مستندات، راجل مصري شكله مصري لبسه بسيط، وجاي عايز يكلم الملك ديفيد. ملك ديفيد ما وافقش في الأول، ولكن بعد ما قاله أنا معايا سر الأسرق هو وافق إنه يكلمه. ديفيد كان عارف إن حسين ده عايش من وهو صغير في المدينة دي، وحسين للأسف كان معاه كل الورق اللي يثبت حالة لورا الوحشة دي. القصر ده معمول على مقبرة، يعني كان في على الأرض دي، عشان كده كانت رخيصة ومحدش راضي يشتريها، مقبرة. وكانت المقبرة دي فيها عدد من الجثث كبير جدا. اضطروا ان هم ينقلوا الجثث، ولكن ما نقلوش جثة واحدة بس. يعني كل الأهالي أخدت جثث أهاليها ودتها للمقبرة الجديدة، ولكن جثة واحدة بس ما حدش نقلها، جثة الساحرة الشريرة شيماء، اللي كانت قوية جدا 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 ما بين الناس، وعلاقتها أقوى بكتير مع الجن. وكان كله بيخاف منها، ومحدش بيطمن لها ولا بيرتاح لها، ومحدش كان بيسأل فيها. وكمان لما جت ماتت محدش حضر جنازتها، ولما جت اتدفنت من يومها وبدأ يطلع صريخ
ساعة واحدة بالليل، لأن ده كان الوقت اللي هي كانت بتتكلم فيه مع الجن، وهو ده كان السبب الرئيسي ان الاهالي تنقل جثث اهاليها لمقبرة تانية وتسيب جثتها هي. حسين نصح ديفيد ان لازم يسيب القصر ده فورا وينقذ اهله، لانها شيماء هتتجسد على روح البنت، اي بنت موجودة في القصر ده، وفعلا اتجسدت في روح بنت ديفيد اللي هي لورا. وفي قصر ديفيد الملعون كان معروف ان لازم الساعة 3 العصر يبقى الفطار، ويبقى الترابيزة مليانة اكل اشكال والوان باشهى المأكولات، وكمان من كل صنف نوع. وكمان الاولاد الصغيرين كانوا عارفين الميعاد ده كويس وعمرهم ما فوتوه، كل يوم كانوا بيقعدوا على الميعاد في الترابيزة، ولكن في اليوم ده الاتنين اتأخروا بطريقة مش طبيعية. الخدم وكمان ديفيد وزوجته كانوا مستنيين، وجودي مستنية اولادها بفارغ الصبر. ديفيد ما كانش بيفكر في اي حاجة وحشة ولا ايه اللي بيحصل، ولكن علامات الانتهاش بدأت تبقى عليهم، بدأوا يبحثوا عنهم في كل مكان مستغربين هما ليه اتأخروا قوي كده. ومن ساعتها جسم الطفلين مش موجود، اختفى.